السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعين الجمال. ايه رأيكم في البطاطس الجميلة اللي قدامكم دي؟ النهاردة هقول لكم ازاي نحمر البطاطس المحشية او الكروكيت البطاطس او البطاطس المهروسة المحمرة من غير ما تفك مننا في الزيت، عشان دي مشكلة في معظم الناس بتعاني منها. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنجيب البطاطس واهم حاجة هنسلقها بقشرها ونحط في المية كمون، وهنجيب ربع كيلو لحمة مفرومة. انا هتكلم على الحشوات اللي انا هعملها النهاردة في البطاطس. نقدر نحشيها زي ما انتم عايزين. انا هحشيها النهاردة لحمة مفرومة، وقصدي يعني عفوا كفتة، وهحشيها بيض وهحشيها كمان جبنة. جبت كيلو ربع كيلو لحمة مفرومة، وحطيت عليه بصلاية مبشورة وعليه ملح وفلفل فقط لا غير، مش هحط اي اضافات تانية علشان خاطر مش عايزة اغير طعم اللحمة. وبعد كده هبدأ اعملها كور صغيرة كده زي ما انتم شايفين، واحطها في الصينية او في الطاسة اللي انا هعمل فيها. بعد ما اخلص الكمية بتاعتنا بنفس الحجم، نحاول ان احنا كل نعملهم قد بعض يعني. هبدأ ان انا احطهم على النار، نار متوسطة، ومش هضيف لها اي حاجة خالص، هي هتستوي مع نفسها كده. البطاطس هتكون على النار، وطبعا هعملها يعني هشوفها استوت ولا لا بالشوكة. لو الشوكة دخلت فيها وتمام خلاص هرفعها واخليها تصفي ميتها. اهم حاجة في الوصفة ديت يا جماعة، السر كله ان احنا نسلق البطاطس بقشرها زي ما انتوا شايفين كده، لان احنا لما بنقشر البطاطس ونسلقها في المية بتشرب من المية دي وبتبقى طرية معانا، مهما حطيناها في المصفى ومهما صفيناها ونشفناها وكل حاجة هتبقى طرية معانا، وهو ده السبب الاساسي اللي بيخليها تفك مننا في الزيت. هنا رفعت الكفتة على النار، واول ما تستوي هرفعها على طول وهخليها تبرد. البطاطس بقى هحطها في مصفى زي ما قلت لكم، وهبدا ان انا اقشرها. نخلي بالنا لانها بتبقى سخنه جدا، يعني يا ريت نسيبها شويه كده لما تستهدى كده. هتطلع معانا القشره بكل سهوله، توفير طبعا كمان يعني. وبعد كده هخلص التقشير كلها، وبعد كده هحطها في طبق زي ما انتم شايفين قدامي. اختيارين، يا اما ههرسها بالشوكه يا اما بالهراسه. طبعا انا بصراحه يعني انا بحب امسك الشوكه بعزمي كده احسن. هي البطاطس مش نيه، عشان ممكن حد يقول دي نيه لسه، لا هي مستويه، وانا عملت لها تيست بالشوكه استوت. لكن هي ماسكه نفسها، فاهمين؟ وهي كمان لو كانت نيه ما كانتش هتتهرس معايا بالشوكه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ههرسها كلها، وبعد كده هعيد عليها تاني بالهراسة عشان اضمن ان مفيش اي قطع صغيرة ما اتهرستش معايا، يعني زيادة تأكيد. لو انتوا عايزين تهرسوها على طول بالهراسة ماشي. ما بنصحش ان احنا نحطها في الكبة، لان الكبة هتعمل ليها عرق كده وهتنعمها زيادة عن اللزوم، وده برضو هيخليها تفك معاكو في الزيت. والله انا بقول كل النصايح بمنتهى الامانة، عشان انا جربت كل الحاجات دي، وكانت اول ما احطها في الطاسه واحمرها تقوم ايه البقسماط في ناحيه والبطاطس في ناحيه وكل واحد ايه في ناحيه في الطاسه، ونشيلها بقى ايه ما بقتش يعني كل ماسكه نفسها. لا احنا نشيلها بقى كده ويا دوبك على اللقمه وناكلها كده وخلاص بقى بزيتها بقى بحالها بمحتلها. المهم يعني انا دلوقتي هرستها كلها وحطيت لها شويه ملح وفلفل، ممكن نحط شويه شطه وممكن نحط فص توم لو حابين، طبعا ده اختياري. طبعا بصوا بقى، يعني انا عشان هرسنها كويس وكمان هي ماسكه ما فيهاش اي لما نمسكها كده بتتشكل معانا بكل سهوله. الحشوات بقى اللي انا هستخدمها النهارده او اللي انا هحشي بيها البطاطس بتاعتنا النهارده، الكفته اللي احنا عملناها مع بعض، وده بيض مسلوق، ودي جبنه موتزاريلا عاديه جدا من عند السوبر ماركت. هبدأ بقى اشكل البطاطس. هاخد حتة كده يعني اكبر من البيضة بشوية زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبدأ ادوس عليها كده وافتح اعمل لها فراغ عشان خاطر احط فيها الكفتة بتاعتنا. تمام، ما تخافوش هتتشكل معاكم بكل سهولة وهتبقى ماسكة نفسها وطعمها حلو، يعني مش معنى كده ان هي بقى ايه دي، لا والله العظيم حلوة جدا. هتجربوها ان شاء الله وهتعجبكم، اتمنى يعني. وبعد كده هبدأ ان انا اخفي الكفتة بالبطاطس، وابدأ ان انا اعملها كور بسهولة بكل سهولة. تمام، وبعد كده احطها على جنب.
بصوا عامله ازاي، مفيش اي حاجه وماسكه جدا يعني، عمرها ما هتفك ان شاء الله. هبدا اعمل واحده كمان كفته برضو اهو. بصوا تقولوش كحك يا ناس. المهم يعني هحط الكفته وهقفل عليها بالبطاطس. عايزه اقول لكم ان انتم منوريني، ويا رب تكون الوصفات بتعجبكم والخروجات والفسح، ويا رب دايما كده منوريني في فيديوهاتي الجميله اللي زيكم. هنا بقى البيضه، هحط البيض وهقفل عليها بالبطاطس. لو حسينا ان البطاطس قليله شويه هتقدروا تزودوها طبعا زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا شايفين قصدي كده، وتقفلوا بحيث ان احنا نخفي الحشوه تماما. تمام. وطبعا يا ريت يعني واحنا بنسلق البيض نختار اصغر بيض موجود، لو كان بلدي او كان احمر يكون صغير شويه عشان ما تبقاش كبيره قوي بزياده. بعد كده هعمل كمان الجبنه انا قلت لكم ان هي جبنه عاديه، موتزاريلا عاديه. ممكن كمان نعملها جبنه بيضه فيتا، وممكن نحط عليها شويه شبت، تبقى حلوه قوي برضو. يعني الحشوه دي اختياري، وان شاء الله مش هتفك منكم، وعن تجربه وتحدي ما علينا يعني. هنخفي بقى الجبنة وهنعملها برضو كور زي اللي فاتوا، وهخلص الكمية اللي عندي بنفس الطريقة بالحشوات اللي انا محضراها يعني وبعملها معاكم. تمام. هنا بقى انا خلصتهم. الاولانية دي الجبنة، والكبيرة شوية دي ملاحظين ان هي كبيرة شوية دي البيض، وده الكفتة. بصوا عاملة ازاي، يعني ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الوجبة دي تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء وتنفع كل حاجة يعني. هكون محضرة بقى عندي بيضة احط عليها ملح وفلفل، وعندي فيجيتار او بقسماط زي ما انتوا عايزين. انا كنت حاطة ميكس من الاتنين، كيس فيجيتار على بقسماط عادي من عند العطار. هنزل بقى الكور بتاعتنا والبطاطس في البيض، وبعد كده من البيض على البقسماط. الايد دي في البيض والايد ديت عند البقسماط عشان خاطر البيض ما يمسكش في البقسماط ونهدر بقى ويكعكع في صوابعنا والكلام اللي احنا بنشوفه ده. تمام. هخلص بقى كل البطاطس ان انا هغلفها بالبقسماط بعد البيض، وبعد كده هحطها في الطبق تاني، وهخلص الكمية بتاعتنا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط الزيت على النار. انا هنا بقول لكم يعني ده الجبنة وده البيض وده البطاطس، بطاطس ايه، الكفتة قصدي. هنحط الزيت بقى على النار، وبعد كده هنحمر البطاطس بتاعتنا على طبعا هو كان يفضل ان الزيت يكون يغطي، بس طبعا يعني كده حلو، انا شايفه ان كده حلو. وانا مصغره الطاسه عشان خاطر يعني حجم الزيت يكون في مستوى كده ايه يحمر البطاطس. انتوا فاهمين، انا فاهمه، انا عارفه ان انتوا فاهمين انا اقصد ايه. بعد كده هقلبها زي ما انتم شايفين كده، مفيش حاجه فكت الحمد لله وما شاء الله، وطالعه ذهبي. وطبعا على نار متوسطه زي ما كنت بقول لكم يعني عشان خاطر ما تتحرقش. ومن جوه الجبنه كمان نديها فرصه ان هي تسيح، سواء كانت الجبنه او البطاطس يعني من جوه تبقى استوت يعني هي كده كده مستويه، بس عشان خاطر يعني ما تبقاش محروقه من بره والجبنه ما ساحتش من جوه. وطبعا الصغيرة دي كانت بطاطساية في الأول كنت عاملاها وكانت فاضية يعني ما كانش فيها حشو. الأخيرة اللي هناك اللي فوق دي عند الطبق، وده شكله الطبق النهائي بعد ما حمرت الكمية كلها ما شاء الله. وطبعا مش هقفل الفيديو غير لما اوريكم ايه اللي بيحصل جوه البطاطس. ده أول واحدة معايا بالجبنة، والجبنة ساحت زي ما كنت بقول لكم، ودي تاني واحدة بالبيض، برافو عليكم. والتالتة بالكفتة. شايفين عاملين ازاي، وطعمها حلو جدا جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.